اول حاجه حابب اشكر المنتخب المصري على اللي هم قدموه في البطوله، والحلم اللي هم عايشوه لينا ان احنا نوصل لدور ال 16. بس الصوره دي يعني انا شايف ان انتوا المفروض ما كنتوش ترفعوا ميسي وتعملوا كده، لا انتوا كنتوا المفروض تشيلوا الحكم وترفعوه. يعني انتوا تشيلوا ميسي وحطوا مكانه الحكم. يعني اللي احنا شفناه في الماتش ده، يعني دي مش كوره، دي مش كوره. احنا لحد الدقيقه 79 والعميد بيلعب كوره، مش هنتكلم في فنيات ولا اي حاجه عشان كفايه التصريحات يعني الصراحه اللي هو قالها. فاحنا كنا عارفين ان المردود بتاعها ان انت خلاص هتخرج من كاس العالم. انت كنت النهارده مش بتلاعب الارجنتين، انت كنت بتلاعب الارجنتين والحكم والفيفا. النهارده كوره تتلعب ويجي منها جون وترجع للفار علشان تلغي الجون ده. طب ما هي في الجون التالت بتاع الارجنتين في كرة تريزيجيه. لا بس ازاي؟ لا، احنا لازم واخدين اوامر وواخدين قرار ان لازم مصر تطلع بعد القرارات اللي اتقالت، بعد الكلمتين اللي حسام حسن قالها. ماشي، احنا كلنا بندعم فلسطين وبندعم القضية الفلسطينية، بس يعني ايه بقى؟ ليه كل الكلام ده؟ بجد بجد اسوأ مباراة. بعيدا ان مصر تستحق ان هي تكسب، مش هنتكلم فنيات على قد المردود اللي احنا شفناه في الملعب. الحكم جاي على مصر جامد، مش مديها حقها، ضرب من غير كرة كتير، وانت مش عايز ترجع للفار. بجد الصورة دي مش ميسي اللي يستحق ان هو يتشال بالطريقة دي، لا. انتوا المفروض تجيبوا الحكم وترفعوا كده. الحكم فرنسي، ان شاء الله بقى تقعوا مع بعض تطلعوا بعض، بس يعني ان شاء الله انت مش هتاخد كاس العالم تاني، يعني هو كفايه عليك كده بقى خلاص. يعني مش عارف الصراحة، انت هنا في الصورة دي يعني انت بتعيط ازاي؟ يعني انت بعد الماتش انت اللي بتعيط؟ يعني كل حاجة مخدمة عليك، حكم مخدم عليك، الفيفا نفسها مخدمة عليك عشان انت طبعا اعلانات وتسويق للبطولة لحد دلوقتي. بس يعني ان شاء الله كولومبيا النهاردة تكسب وتصعدوا على ايد وتخسروا على ايد كولومبيا. يعني هي خلاص بقى، يعني خلاص انا اتقفلت من المنتخب ده، اتقفلت من ميسي نفسه. فبجد شابوه للمنتخب المصري، لان هو لحد الدقيقه 79 قدر واقف على رجله، وان هو كان هيكسب وان يتلغي له هدف وان الارجنتين ترجع. فشابوه للمنتخب المصري، شابوه لرجاله المنتخب كلها ولا استثناء ولا لاعب. شوبير، كل اللعيبه كلهم رجاله. وشابوه للعميد ان هو خلانا نعيش حلم ان احنا نوصل لدور ال 16، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه في مصر تبقى مصريه يعني. وان شاء الله كاس العالم اللي جاي ده لو عشنا يعني يعمل فيه حاجه. وان شاء الله الارجنتين تخرج عشان خلاص كده. بس انا مش هعمل فيديوهات النهارده، هو كفايه ده.